أعزائي المستمعين، أهلا بكم وسهرة جديدة جدا من ليالي القاهرة من دلوقتي لحد الساعة 2. النهاردة كام؟ النهاردة 1 أكتوبر، بس احنا يعني الساعة دلوقتي 12 و16 دقيقة. النهاردة 2 أكتوبر. طبعا كلنا عارفين شهر أكتوبر ده بيمثل ايه لمصر. عارفين ان هو من كام سنة، من 43 سنة كان في ايه لمصر. عارفين الفرحة اللي فاضلة وهتفضل حتى 100 ل200 ل300 ل400 سنة، هتفضل جوه قلوبنا. ومن أول أكتوبر لحد آخر أكتوبر بنقف كلنا تعظيم سلام، بنقف كلنا انحناء للشعب المصري وللجيش المصري اللي حقق انتصارات ورجع الأرض لينا ورجع الكرامة وحقق كل أحلامنا. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم وفترة جديدة على ليالي القاهرة. بسعد بيكم أسرة تنفيذ على الهواء، الهندسة الإذاعية محمود أنور، وبرضو معانا من أسرة تنفيذ على الهواء عيد علي. وبسعد بيكم كل يوم سبت وسهرة ليالي القاهرة يوم السبت شيرين الدسوقي. ودايما دايما دايما عظيمة يا مصر أم النعم، وعظيمة يا مصر برجالها وبجنودها وشبابها وكبارها وصغارها، دايما 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 للأمان والتقدم. زي ما قلنا في بداية الحلقة، نحن من 1/10 دايما كل سنة بنحتفل بانتصارات أكتوبر. النهاردة هحتفل معاكم بانتصارات أكتوبر، وبرضو إن شاء الله يوم السبت هنكمل الحديث معاكم. وبقول لكم طيب كل سنة وانتم طيبين، وعام هجري جديد وسعيد عليكم، 1438 تكون سنة سعيدة كلها على الأمة الإسلامية. النهاردة منورنا في الاستوديو الدكتور عاصم شمس الدين، قائد في القوات المسلحة بالمعاش، وشارك في حرب أكتوبر. يعني خلي بالكم المعلومة دي عشان هندردش معاه لحد الساعة 2، والدردشة دي هتكون من داخل حرب أكتوبر. كلنا واحنا بنسمع الراديو نغمض عينينا واحنا بنتكلم وبنشرح. عيد اهو أول واحد غمض عينيه نتخيل كان الحرب شكلها ازاي، والجنود والرجالة اللي على حق قالوا ايه، كانوا عايزين يرجعوا أرض بلدهم ازاي، كانوا عايزين يحافظوا على كرامتهم ازاي. هي دي اللي احنا هنعمله النهاردة، كلنا نتخيل ونسبح في انتصارات اكتوبر. احنا مع بعض لحد الساعة 2، وتليفوناتنا 239 23 7 11 و 239 21 4 37. احنا مع بعض على 102.2 موجات راديو القاهرة الكبرى، ومنورنا في الاستوديو دكتور عاصم شمس الدين، قائد القوات المسلحة على المعاش ومشارك، احد المشاركين واهم المشاركين في حرب اكتوبر. ازي حضرتك؟ الله يبارك في حضرتك. منورنا. نورك، الله يبارك في حضرتك. رجعناك كم سنة لورا؟ 43 سنة. 43 سنة. قريبين على فكرة، يعني مش بعاد. ايه يعني قريبين يا دوبك، مسافة مغمضنا علينا وفتحناها. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك أولا طيب. بمناسبة رأس السنة الهجرية، كل سنة وانت طيب. وبمناسبة انتصارات أكتوبر كل سنة يعني، وكل مصر دايما بخير. آمين يا رب، آمين 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 آمين. طيب احنا تليفوناتنا 239 23 7 11 و 239 21 4 37. أي حد عايز يسأل دكتور عاصم شمس الدين، قوات المسلحة وكان مشارك في حرب أكتوبر، يتصل بينا. الهوا مفتوح من دلوقتي لحد الساعة 2. نبتدي كده، نرجع كده بالذاكرة ل 43 سنة. احنا مش هنغمض عينينا، احنا قاعدين في الاستوديو مفتحين عينينا، اللي بيسمعنا هو اللي يغمض عينينا. آلة الزمان. هنرجع بآلة الزمان. ايوه بالظبط، هنركب دلوقتي الآلة وهنرجع ورا 43 سنة. تبتدي منين؟ ابتدي منين؟ أعد البداية الجميلة اللي حضرتك يعني بدأت بيها. أهني شعب مصر بالسنة الهجرية الجديدة. يعني النهاردة الأول السنة الهجرية بدأ فعلا يعني. فكل سنة وشعب مصر بخير وسعادة ويحقق يعني استقرار وأمن وازدهار. وانت عندك مناسبة 11 ولسه المناسبة التانية دي التحية العامة للشعب الجميل، شعب مصر.
التحية التانية ليه؟ لدفعتي. أنا يعني دفعتي الدفعة 47 كلية حربية، دخلت يوم 1/10 يوم 3/11/1963. فأنا في الاستوديو اهو يعني بحيي دفعتي، طبعا بحيي كل القوات المسلحة، يعني القادة بتوع الأكبر مننا ودفعتي والأصغر مننا والضباط اللي في الخدمة دلوقتي وكل أفراد القوات المسلحة. فلكن في تحية خاصة للدفعة 47 لأن ده عيدنا النهاردة، دخلنا الكلية الحربية من 53 سنة في مثل هذا اليوم. في مجموعة منكم بيلتقوا؟ نلتقي، هم التقوا النهاردة الظهر في نادي الجلاء. واحنا دائما الالتقاء، وبالذات احنا بقى شهريا المجموعة بتاعت الدفاع الجوي من الدفعة. طبعا حضراتكم عارفين ان احنا تخصصات وافرع قوات مسلحة متعددة، احنا سلاح الدفاع الجوي او قوات الدفاع الجوي. فمجموعة الضباط الدفعة 47 من الدفاع الجوي بيلتقوا مش شهريا، ده كل اسبوع يوم سبت. لكن في لقاء رئيسي ثالث اسبوع بيبقى في نادي المعادي، ده كل شهر، ده يعتبر يعني. فاحنا بنشوف بعض باستمرار وعارفين اخبار بعض ومتابعين يعني. حلو قوي، حلو قوي. ده اصل دي اخوه اقوى من الاخوه حتى الحقيقيه يعني. صح يعني اخوه العمر كله. انا ما اعرفش حد يعني. من دفعتي خالص اختفوا ذهبوا مع الريح. احنا مع بعض على طول بفضل الله. دي حاجه جميله، حاجه جميله جدا والله. فدي تاني يعني ذكرى اليوم يعني. طبعا الذكرى الاعظم دي شهر اكتوبر اللي هو اللي فيه حرب 73 وانتصار اكتوبر 73. والنهارده بدايه السنه الجديده 1438. الحرب كانت في رمضان يعني، فبرضه يعني مناسبه كده برضه فيها رائحة الدين الجميلة يعني، ورائحة التاريخ الإسلامي الجميلة يعني. فكل الجوانب ديت بتخلي قيمة اليوم قيمة عالية جدا جدا. كنتوا بتحاربوا وانتوا صايمين؟ كنا صايمين وبنحارب وبنأدي أعمالنا الوظيفية القتالية يعني. وإحنا صايمين عادي جدا يعني. فهو يمكن هوضح ظروف العمل شكلها إيه في منتصف الحديث يعني. طبعا إحنا النهاردة موجودين عشان نتكلم على حرب اكتوبر. فحرب اكتوبر. طيب اصل حضرتك حاجه ست لواء، انا بس معايا اتصال تليفوني، هناخد التليفونات ونكمل كلامنا بين اتفضلي حضرتك. معايا اتصال تليفوني. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك مصطفى اسماعيل شلبي من القناطر الخيريه. اهلا يا مصطفى من القناطر الخيريه. اهلا وسهلا يا اخ مصطفى. ازيك يا سياده اللواء؟ كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيب. والله ليا رجاء عند حضرتك. اتفضل يا مصطفى بعد اذنك. نعم. ممكن انت سامعني؟ انا سامعك. طيب ممكن تسمعني مش من الراديو وتقفل الراديو؟ طيب خلاص قفلته خلاص عشان نسمعك كويس كده، مش هنعرف نواصل. لا انا معاك خلاص قفلت الراديو. طيب ماشي، اتفضل يا مصطفى. ماشي. يا سياده اللواء ليا ملحوظه، كل سنه بحاول اتصل ما بيحصلش نصيب، في الحمد لله حصل نصيب دلوقتي. طيب الحمد لله. بالنسبه للجنود اللي عبروا ايوه في 73. ايوه اللي هو كان جندي يعني مش رتبه ولا حاجه. ايوه. في منهم ناس عايشه لحد دلوقتي. في ناس عايشه لحد دلوقتي. في ناس عايشه منهم. انا اعرف ناس منهم شخصيا في بلدنا هنا، اعرف ناس شخصيا حضروا الحرب. صحيح موجودين، ربنا يطول عمرهم. وممكن نسمع منهم حكايات وبطولات جميله جدا يعني. صحيح يعني احنا لغايه دلوقتي ما فيش اختلاف في وجهات النظر، وده هيبقى جزء من حديثي. بس انت يمكن بدأت كده يعني مبكرا، واهلا بيك طبعا. لكن الحرب هي كل رتب، ما فيش حاجه اسمها رتب، هو مقاتل. طيب نسمع كلامه. طيب يا مصطفى كمل كلامك. الو يا مصطفى. طيب حاول تكلمنا تاني. يعني احنا عرفنا ان عندك في المنطقه اللي انت عايش فيها، في القريه اللي انت عايش فيها، ناس مقاتلين جنود كانوا موجودين ايام حرب 73 والحمد لله على قيد الحياه حتى الان. ايوه. طيب نعمل ايه مصطفى؟ نتصل عليهم ولا ايه؟ يعني اتصل بينا قول لنا، مستنيينك. نرجع نكمل حوارنا يا ست اللواء على الحرب اكتوبر.
ايوه احنا يمكن السؤال اخ مصطفى سؤال مبكر، لكن يعني كنت انا في طريقي، لاني ما بداتش انا حتى حاجه في طريقي ان انا اقول ان الاداء هو اداء الكل، ما فيش تمييز بين حد يعني. والقوات المسلحه ما فرقتش بين رتبه ورتبه ورتبه، بالعكس يعني هم ده كان في مليون تحت السلاح، ومن كل هو الشعب المصري لبس كاكي وحارب. وانا منين؟ انا مش من بلد تاني، انا مصري من شعب مصر، والجندي برضه ايه مصري من شعب مصر، وكلنا اصطفينا صف نؤدي مهامنا الوظيفيه كل واحد طبقا لتخصصه في سبيل هدف واحد، استعاده كرامه مصر بس وتحقيق النصر لمصر. فالاداء ده اداء جماعي ليس اداء فرد يعني. فالنقطه اللي بيقولها الاخ مصطفى يعني هو ما قالش حاجه لسه انا بستنتج، هيقول بستنتج يقول ايه اصل في بدا يعني هو الراجل ما قالش حاجه. لا انا اصل انا يعني سميلنج يعني بتستنتج ايه هو هيقوله؟ لا لم يعني انا قوات مسلحه يعني يعني كرامه الجنود يكفي مثلا هو عبد العاطي صائد الدبابات يعني الناس يعني عشرات من الجنود. هو مصطفى تاني؟ طيب يلا. ايوه يا مصطفى. يا باشا معاك. قول يا مصطفى. الناس انا عايز اقول لسيادتك اتفضل. الناس دي يعني ما تاخدش اي تكريم يعني ممكن يعمل لهم كارنيه المحاربين القدماء، ممكن نعمل لهم معاش. دي ناس عايشه، الناس دي يحل عظمه. طيب ماشي، وصلت وجهه نظرك ان ما فيش تكريم، ما فيش معاشات. معاشات ايه؟ طبعا القوات المسلحه بتدي معاش بعد الحرب الناس دي منهم مش مؤهلات، ما معهمش مؤهلات يعني. عينوهم مؤاخذه فراشين في المدارس، عينوهم عمال في النوادي كده. الناس دي موجوده في قريتي حتى الان، وبيحكوا لي حاجات جميله جدا عن اكتوبر وعن اللي كانوا فيه في الحرب. طيب يا مصطفى حاضر، هنرد عليك حاضر. مش كتير على بلد. هو مش كتير طبعا مش كتير. هو بص يا مصطفى، انا هقول لك على حاجه. هو يعني دكتور عاصم شمس الدين هو يعني هو مش مسؤول في الدوله، هنقدر نساله، بس هو ممكن يكون عارف توضيح للامور. انت برضو عندك وجهه نظر بتشرحها. احنا هنا بنناقش مش بنحل. انا فاهم ماشي. احنا برضه يمكن حد من المسؤولين سمعنا يدور على الناس ديت ويحاول برضه ان هو برضه يعمل معاهم حاجه. وانا اوعدك يا مصطفى اسال في الموضوع ده. ربنا يبارك فيك. شكرا ليك، وشكرا مكالمتك معايا. وانت طيب وبألف صحه وسلامه. الحقيقه انا عايز اعلق على كلام الاخ مصطفى. يعني الاخ مصطفى سمعني دلوقتي لما نعرف ان في مليون واحد كانوا تحت السلاح في الوقت دوت، وحجم القوات حجم كان ضخم جدا يعني، والاداء رائع من الجميع. يعني انا بعتبر يعني ما فيش حد ينتظر مكافأة مادية من القوات المسلحة مقابل حماية وطنه. لا، إذا اتكلمنا بقى في الماديات وبتاع يعني طاقة الدولة لا حدود. الدولة كرمت كل من اشترك في الحرب تكريم أدبي ليس مادي، لأن برضو قدرات الدولة لا تتسع لتكريم مليون واحد. يعني احنا حضرتك لو خدنا نماذج هتلاقي في ناس حملت أوسمة ليها مكافآت مالية، تمام؟ وفي ناس تانية برضو حملت أوسمة ليس لهم مكافآت مالية. الدولة ما تقدرش تستوعب، وفي ناس أدت وخدت وسام عام انه اشترك في حرب اكتوبر. هنا بقى ايه؟ يكفي التكريم الادبي هنا، لان طاقه الدوله طاقه محدوده. فعمال بقى بيشتغلوا كانوا جنود بقى ضابط. طب ده انا هتكلم في حاجه تانية. طب والشهيد قيمته ايه بقى بالنسبه؟ طب ده اللي ده دخل الحرب واستمر حتى هذه اللحظه، يعني سنه زي حالاتي كده 70 سنه يعني. طب اللي مقطوع رجليه وايديه والجرحى خد ايه؟ يعني هنا هو بقى اللي ادى الوطن يعني. فالمجال ده ليس مجال حديث، ينتظر مكافئته من رب العالمين وهياخدها ان شاء الله. فالمقاتل بيقاتل لوجه الله ولحمايه الوطن بس كده. يعني ما يستناش بقى لا مكافأة ولا يشتغل ولا ما يشتغلش ولا المطالب المادية دي. طاقة الدولة بكررها المرة العاشرة اهي طاقة حدودة، مش دي الدولة دلوقتي وحتى في وقتها. فهنا ايه؟ نتقبل ونتفهم الوضع بالشكل دوت. فما فيش قصور في القوة. وبعدين انت يعني الاخ مصطفى انا الومك في شيء،
وانا ما نعرفش بعض. انت لسه انا ما قلتش كلمتين وانت هو لا هو يعني هم من بدايه انت الفتره يعني لا مش هم عارف من بدايه الفتره هم يعني المستمعين بيعرفوا العنوان بتاع الفتره الاولاني وبيبتدوا يستنى العمق الحديث ويسمع التاريخ اللي هو عارفه هو اكيد. هو هيسمع وبعدين يبقى يسال السؤال طيب معانا اتصال تليفوني. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه شيرين. ايوه مين؟ مساء الخيرات والانتصارات على مصر بحالها. اهلا عصفور. ايوه يا ست الكل. ازيك يا عصفور عامل ايه؟ الله يخليكي. اغرد عشان تعرفيني. طبعا ازيك عامل ربنا يخليكي. ازيك يا استاذه شيرين عامله ايه؟ الله يخليك. كل سنه وحضرتك طيبه وست اللواء طيب والشعب المصري كله ربنا يخليك والشعب المصري كله طيب وبخير. ازي حضرتك يا فندم عامل ايه؟ الله يبارك في حضرتك. تسلم انا بخير بفضل الله تعالى. ربنا يخليك يا رب دايما بخير كده الله يبارك فيك. ربنا يديك الصحه يا رب تسلم ويبارك لك. الله يبارك فيك. احنا بشكل شخصي بنشكر حضرتك والله وانت راجل من ابطالنا وابطالنا كتير وانت واحد منهم حضرتك ربنا يكرمك يا تعيش. رب. في مليون واحد شارك في الحرب فانا واحد من المليون دول. والله يا حضرتك ربنا يديك الصحه وانا بايد الاخ المحترم اللي كان بيتكلم قبلي. احنا ان في ناس كتير عايشه عايزين نكرمهم وهم موجودين بدل ما بنرحلهم وبنكرمهم بعد ما رحلهم ونقولوا ده عبر وده عمل. عايزين نكرم الناس ديت وهم موجودين وده يا ريت دي امنيه يعني ونشوف الناس ديت ايه وضعها. بصي يا عصفور اقول لك على حاجه. هو نعم مين اللي بيكرم مين يعني هنقول دلوقتي الناس من بعد 43 سنة من حرب اكتوبر. احنا مش عايزين نقلب الفترة يا جماعة ان احنا عايزين نكرم الناس. يعني مين دلوقتي ان هو ممكن ملزم ان هو يكرم الناس دي؟ الدولة المفروض حضرتك. الدولة مفروض ان هي تكرمهم. هل الناس دول على مدار ال 43 سنة مفيش حد قال لهم حتى شكرا؟ والله دي حاجه بقى يعلمها ربنا يا استاذ شيرين. ايوه فخلاص احنا قلنا كده يعني ممكن يكون الناس دول انا عارفه غيرتك وغيرة مصطفى على الناس دي كلها. ده يعتبر تكريم يعني كون ان انتوا تطلعوا وتقولوا كده على الهواء ده يعتبر تكريم. مش شرط التكريم ان انا حد يتصل بيا واروح حفله واخد درع والكلام ده كله. ده مش شرط. تمام يا استاذ شيرين. بس هو كفايه تكريمي وسط عيلتي وسط ناسي وسط اخواتي وسط اولادي. يعني هو مش عايزين جواز ولا تعب تكريم معنوي يعني ايه؟ ما هو معنوي. ما هو كل ده معنوي. ما بقول لك كفايه انا مشيتي انا في وسط اهلي في وسط الناس. كفايه ان يجي شهر اكتوبر افتكر اللي انا عملته. افتكر كفايه ان انا قاعد احفادي قدامي او اولادي قدامي او جيراني واحكي لهم. ما هو ده كل ده تكريم. اكيد طبعا اكيد وكفايه. نعم يا سياده اللواء. معاك انا سامعاك اتفضل. اتفضلك الله استاذ شيرين. بعد اذن حضرتك بس عايز اقول حاجه بقى عن ثوره اكتوبر بعد اذنك. اتفضل طبعا يا عصفور. طبعا. ربنا يخليك يا فندم. في حاجه بقى انا اعملها للابطال بتوعنا بتقول ايه؟ بقول تسلمي لينا. ايوه يا مصري تسلمي لينا. انت والجيش اللي حمينا والشرطه كمان تسلم لينا. يسلم اللي بيفدى حياته علشان بلده وكل اخواته. ده الكل بيدعي في صلاته تعيش يا مصر وتسلمي لينا. تسلمي لينا. ايوه يا مصري تسلمي لينا. انت والجيش اللي حمينا والشرطه كمان تسلم لينا. يسلم اللي بيحمي ترابك خير جنود الارض شبابك. دول حراسك دول احبابك تعيش يا مصر وتسلمي لينا. يسلم اللي قلبه عليكي اللي بيبني ويعليكي. مصر يا بلد الله يحميكي تعيشي يا مصر وتسلمي لينا. يسلم كل شهيد في مكانه الجنة بإذن الله عنوانه. شعبك يا مصر يا ربنا صانه في إنجيله وفي قرآنه. تسلمي لينا. أيوة يا مصر تسلمي لينا. انت والجيش اللي حمينا والسيادة اللي يسلم لينا. الله يبارك فيك. تسلم. الله يبارك فيك. يا عصفور. تسلم يا اخي. تسلم. ربنا يخليك يا سيادة اللواء. الله يبارك في حضرتك. سلام يا فندم. في حفظ الله. رعاية الله. مع السلامة. نستنى على التليفونات شوية قبل ما نبتدي نتكلم على الذكريات. وبعد كده نواصل التليفونات. نخلط عايزين نتكلم على اول يوم. لا انا يعني هسد بشكل كده عشان المستمع
يعني الصورة تكمل عنده كده. طيب وطبعا اللي أنا بأكد عليه إن الحرب الحديثة هي حرب كل الأسلحة، أفرع قوات مسلحة بيسموها حرب الأسلحة المشتركة. أنا ضابط دفاع جوي، خدمتي كلها في القوات المسلحة في حدود 30 سنة كانت في داخل سلاح الدفاع الجوي في وحدات الصواريخ المضادة للطائرات. العمل هو عمل جماعي. يعني الحرب عبارة عن إيه؟ حرب بتديرها الدولة لتحقيق أهداف سياسية عشان توصل للهدف بتاعها ده. كل أفرع قوات مسلحة بتشترك، مدفعية، مدرعات، قوات جوية، قوات بحرية. فليس عمل فردي، هو عمل جماعي. أنا تجربتي كانت داخل سلاح الدفاع الجوي، فبالتالي أنا هحصر حديثي على سلاح الدفاع الجوي. المعنى هو لا يقلل ولا عدم ذكر ان انا ما اتكلمش على الاسلحه الثانيه، ده احتراما لاني انا مش في الاسلحه الثانيه. فحديثي هيخص الدفاع الجوي فقط. وطبعا وانا بتكلم عن الدفاع الجوي الاطار العام بيظهر والمستمع بيستنتجه بشكل مقبول عقلا. يعني الحرب 73 هي حرب الانتصار الحقيقي، واسترد فيها الجيش المصري كرامته اللي كانت اهتزت في حرب 67. وحرب 73 قطعت السمعة اللي اتبنت عن إسرائيل، السمعة العسكرية إنها القوة التي لا تهزم عسكريا. فانتهت الأسوة ديت على إيدين القوات المسلحة المصرية. الحدث العظيم دوت اللي حصل في 6 أكتوبر واستمر القتال ليوم 28 أكتوبر ما حصلش كده فجأة وبدون ترتيبات، ولا ده سبقوا سنوات من الاستعداد. بدأت القصة من حرب 67. حرب 67 كانت بشكل واضح جدا غير موفقة في كل جوانبها نتيجة أسباب طبعا مش هضيع وقت فيها، لكن هي ملامحها بترتكز على إن ما كانش في معلومات صحيحة عن العدو. القصور في المعلومات بيستتبعوا إيه؟ بيستتبعوا إنك لما بتيجي تخطط للقتال بتخطط غلط على معلومات يا إما ناقصة يا إما مش مظبوط. فالاثنين دول كانوا إيه؟ موجودين. إحنا في القوات المسلحة تملي بنقسم الكلام والعمل على 3 مستويات: المستوى الاستراتيجي والمستوى التعبوي والمستوى التكتيكي. القوات المسلحة في حرب 67 كانت ضحية الأخطاء الاستراتيجية العسكرية، ووراها مباشرة الأخطاء التعبوية. أما على المستوى التكتيكي عايز أسأل حضرتك حاجة. اتفضلي. هل وانتوا داخلين حرب 73 كنتوا خايفين لا ممكن يحصل زي 67؟ لا 73 وانا ده التسلسل اللي انا هذكره دلوقتي. ما هو إيه حضرتك ايه نقدر نشبهها باني انت داخله تشبيه يعني مباراه وانت مثلا بتلعب رياضه معينه، مثلا رفع، يعني اي راجل بيلعب ايه رفع اثقال وبتاع، فهو لو هو مش متدرب وداخل مسابقه ومش جاهز ومش كواليفايد خالص يعني فلا يتوقع نتائج كويسه. يعني في الاخر لازم لو هو عاقل هيبقى داخل خايف ايه لانه مش جاهز. لكن انتوا داخلين واثقين لان عملنا كل الاجراءات كل الاجراءات الماديه والمعنويه المطلوبه للاستعداد للحرب، وده اللي هتكلم فيه كانت اتخذ ففي ثقه. وبعدين اتعرفنا على العدو، اتعرفنا عليه ازاي؟ بالقتال خلال حرب الاستنزاف. فانت لما حضرتك ايه القوات تتعرف على العدو، ده اسمه تعارف يعني او التدريب بالقتال. لما بيحصل انت الجيش بيكتسب خبرات عاليه جدا. القتال مفيد يعني في تجهيز القوات للايه لمعركه تاليه وهكذا. وحتى احنا بنسميه ان في خبره القتال دي ميزانها كبير جدا جدا. احنا في 67 الاخطاء ديت كانت موجوده على المستوى الاستراتيجي. مش معقول مثلا جيش او قوات مسلحه تخش مش عارفه هتدافع ولا تهاجم، معلومات عن العدو فيها قصور شديد جدا، فكانت النتائج المعلومه ديت. طب هنا بقى ايه؟ بعد حرب 67 القوات المسلحه ابتدت تدرس الاخطاء، وفي نفس الوقت لم يتوقف القتال. هو القتال كان محدود، يعني احنا طبعا في المسميات في الحرب والحرب ده سكيلها واسع جدا جدا. اما القتال المحدود دوت حتى بيسموها بالانجلش لو انتنسيتي وور،
الحرب الشامله دي هاي انتنسيتي وور. فهنا احنا عمليات الاغاره اللي الشبكات في كل افرع في كل القوات المسلحه في حرب الاستنزاف ادت ايه؟ القتال المحدود دوت. قوات الصاعقه نفذت اغارات، البحريه شبكه غرقت المدمره الات بلانشات الصواريخ في يوم 21 اكتوبر 27 بعد الحرب باشهر محدوده. معركه راس العش لما حب القوات الاسرائيليه المدرعه تخش مدينه بور فؤاد اتصدت من موقع محدود جدا وما فكروش مره ثانيه يعدوا من المنطقه دي ثاني، وهكذا. معارك المدفعيه طبعا انا مش في سبيل سرد تفاصيل كثيره، لكن بدي ملامح. يعني المدفعيه، قصفات المدفعيه المصريه على المواقع وتدمير خط بارليف الاولاني، كل دي اعمال قتال تمت في كل افرع قوات مسلحه. القوات الجويه اشتبكت جويا وعملت قصف الاهداف وهكذا. كل افرع القوات المسلحه عملت انجاز، مش لا تدربت بالقتال. نركز على كلمه تدريب دي. فاعاده بناء القوات المسلحه واعاده اعدادها الشامل في كل الجوانب اللي هتكلم فيها ديت تم من خلال القتال. مفيش دي تعتبر كل القوات المسلحه في الدول بتفرق بينها وبين بعضها في حاجات كتير جدا. من العوامل الاساسيه اللي بتفرق فيها خبره القتال. يعني احنا بيقولوا ايه لما بييجوا يتكلموا على حرب مثلا مستقبليه، يروحوا يقولوا ايه؟ الحرب المستقبليه التاليه يعني هيبقى في ناس كم واحد نسبه من القوات المسلحه في اي دوله في العالم اشتركت في حرب سابقه، يعتبروا دول هم الايه اللي عندهم ميزه مميزين، ودول اللي بيعملوا مسانده القوات ماديا ومعنويا لانهم عندهم خبره القتال. اللي داخل مستجد ده في القتال لاول مره بيبقى مؤهل وكل حاجه، لكن اللي معاه كمان خبرة القتال السابقة بيبقى قوي جدا. وعادة لما بيجوا يوزعوا مثلا في أي سلاح من الأسلحة، الناس اللي عندهم خبرة قتال يروحوا موزعينهم بأعداد مساوية على الوحدات عشان يبقى ده دعم للوحدات الصغرى ديت. القوات المسلحة. نرجع بقى للدفاع الجوي. الدفاع الجوي مر بمراحل متعددة داخل حرب الاستنزاف نتيجة التصور الخاطئ لشكل العدو الجوي ونقص المعلومات. فبالتالي المية هي أشكرك. فبالتالي تأثرت مجموعة حاجات. إيه الحاجات اللي تأثرت بيها؟ أول حاجة الخطط ما كانتش مظبوطة. ده فين؟ ده في مصر هنا في لا يعني فين؟ في وقت ايه؟ في حرب الاستنزاف. لا احنا مش عايزين نتكلم عن هنقل بقى. عايزين نبتدي بقى في 3 صفر. لا انا عايز اقول ان نهايه حرب الاستنزاف كان في تراكم خبره ضخم جدا وانتهت الى ايه؟ كل ده دي مدخل لحرب 73. انتهت لايه؟ لان الفرد تم تدريبه بشكل جيد. الفرد المقاتل داخل الدفاع في كل الأسلحة، بس أنا هتكلم عن الدفاع الجوي. تاني حاجة المعدات وضعت في مواضعها الصحيحة بالمسافات المظبوطة بالأسلوب الإيه المظبوط. تالت حاجة الفهم لقدرات العدو الجوي وأساليب قتاله كان في تصور دقيق جدا عنه بشكل كبير. فبالتالي اللي جاي لي ده انا عارفه هيعمل ايه. فنتائج الاشتباك معاه كانت مؤثره جدا لاني حاطط قواتي في الاماكن الصح بالكثافات الصحيحه، الاطقم مدربه على القتال بطريقه صحيحه، والقياده نفسها والسيطره مستواها عالي جدا. فبالتالي الاداء جماعي هو. فحضرتك يعني الدفاع الجوي يعني ادى الاتي، ما بيدافعش هو عن جزء من مصر صغير. واجبات الدفاع الجوي واجبات متسعه جدا جدا، دي اللي احنا هنعرفها. بس هستأذنك ناخد فاصل. ايوه اتفضل. ونرجع نعرف واجبات الدفاع الجوي اللي كانت في 73 بالظبط كذا وكذا. في تليفون؟ حاضر ماشي. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذتنا الجميله الرقيقه الاستاذه شيرين، تحيه لحضرتك. مين معايا؟ انا مدام احلام مع حضرتك. يا احلام ازيك؟ عامله ايه يا جميله؟ ربنا يخليكي يسلمك الله. الله يخليك. تحياتي لضيف حضرتك الكريم اللي شرفنا النهارده ونور. الله ينور عليك وعلى حضرته وعلى كل العاملين بالاذاعه على استضافته طبعا. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي لي. وتحياتي لفريق العمل المهندس محمود، وكل سنه وانتم طيبين. طيب. ودايما متالق يا رب، والاستاذ عيد وكل القائمين بالعمل
كل المستمعين بقول لهم كل عام وحضراتكم بخير. اولا بمناسبه العيد الاسلامي، عيد هجره الرسول صلى الله عليه وسلم، والحاجه الثانيه عيد النصر، يعني عيد اسلامي وعيد وطني، وربنا يجعل كل ايامنا اعياد والله بارك. رغم انف كل من يحاول ان يعتدي على مصر او يسوي ديننا الاسلامي وازهرنا الشريف، ربنا يجعل كيدهم فينا ونحورهم كل من يسيء اليك يا مصر او الى شعبك الكريم وجيشك الكريم. تسلمي يا احلام، شكرا يا احلام. حضرتك اسمحي لي احيي ابعت رجاء وحاجه يعني بعرضها على حضرتكم كده، يعني بالنسبه لنصر اكتوبر. اولا انا بحيي كل جندي وكل من اصغر المراتب لاعلاها اللي دافعوا عننا في طبعا في كل الانتصارات، وخصوصا تحت حرب 73، لان حضرتك ما تعرفيش قد ايه النصر ده انا عشته، وكنت في قمه يعني كنت فتاه عندي 13 سنه ساعتها، بس فاكره كل حاجه. طب احكي لنا بقى. ارجو من سياده اللواء اللي منورنا مشرفنا يحكي لنا كده حاجات حصلت، بحب استمع الحاجات دي، جدد لنا كده زمن النصر الجميل. خليكي معايا، ركزي معايا. بصي سيبك من اللغه العربيه، خليكي بقى كده احكي لنا اللي انت فاكراه. طب اسمحي لي الاول اقول اقتراح. تقولي ايه؟ بعد اذن حضرتك اقتراح يعني. اقتراح؟ اولا بقترح على طبعا بمناسبه دخول المدارس كل سنه طيبين. دلوقتي اطفالنا الصغيرين دول عايزين نطلعهم فيهم الروح الوطنيه ونلحقهم عشان حتى لا يصيروا مثل الشباب اللي هم غسلوا مخهم وخدوهم منهم لله الاخوان الشياطين. فاحنا عايزين نحافظ على اطفالنا ونعمل لهم كل اسبوع مثلا يوم زي يوم سبت بيبقى اجازه عندهم، نعمل لهم عرض سينمائي في هذا اليوم يروحوا ويتحط في درجات اعمالهم بتاعت السنه، يحضروا فيلم سينمائي بيحكي عن حرب اكتوبر من اولها لاخرها بالتفسير الممل، حتى نغرس فيهم الروح الوطنيه ونطلع منهم تاني جمال عبد الناصر تاني رحمه الله، انور السادات تاني مع الاحتفاظ بالالقاب، سيادة الرئيس المحترم الجميل ربنا يخليه لنا يا رب ويبارك لنا فيه ويحفظه عبد الفتاح السيسي. اوعدك يا احلام ان شاء الله، يعني ان شاء الله هنوصل للقرار بتاعك. مثل هذه الابطال الجميله والرؤساء الجمال اللي عمرهم ما يتناسوا، وربنا يبارك لنا في عمري اللي اثر في عمري سياده الرئيس جمال عبد الناصر، وسياده الرئيس انور السادات يبارك في عمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويا رب كده دايما منصوره يا مصر. كل سنه وانتم طيبين حضرتكم. وبطلب اغنيه بمناسبه في اغنيه لعبد الحليم بيقول عشان عبد الناصر كان الله يرحمه عيد ميلاده، قصدي الذكرى بتاعته من يوم. في اغنيه اسمها ناصر يا حريه ناصر يا وطنيه، يا رب تكون موجوده في اذاعتكم. وفي اغنيه تسلم الايادي يا ريت تكملوها، واغنيه الله يا بلدنا الله على جيشك والشعب الله. لا كتير ده على الله يا جيش بلدنا ودايما منصور يا رب في حاجه النبي. انت بتتكلمي بتسمعيني ولا بتسمعيني؟ بتتكلمي بس ما بتسمعيش. ما انا بقول عندي احسن ما يطيح الكلام من دماغي. اتفضلي حضرتك ولازم صغيره اسمعك. ميرسي جدا يا احلام وميرسي لمشاركتك معانا. ربنا يخليكي يا استاذه. الذكريات ولا مش هتحكيها؟ يعني انا عايزه اسمعها من سياده اللواء، مش معقوله بقى اذا حضر الماء والبطل تيمم وهو حضرته يحكي لنا بقى الحاجات الجميله دي احسن ما مع السلامه. ناخد فاصل. السلام عليكم. شكرا عليكم. السلام ورحمه الله. لسه مكملين مع بعض فترتنا اعزائي المستمعين والليالي القاهره واحتفالات اكتوبر. النهارده 1 اكتوبر، دلوقتي 2 اكتوبر. اعزائي المستمعين فترتنا ممتده لحد الساعه 2 وتليفوناتنا 2 39 23 7 11 و2 39 21 4 37. منورنا في الاستوديو سياده اللواء الدكتور عاصم شمس الدين بالقوات المسلحه على المعاش واحد المشاركين في حرب 73. استاذن حضرتك اخد التليفون وبعدين نبتدي. اتفضلي حضرتك. الو. ايوه مساء الخير. مساء النور وكل سنه وانتم طيبين جميعا. وحضرتك طيبه. انا منى من القاهره. اهلا يا استاذه منى. وانا بشكر سياده اللواء، هو احد ابطال حرب اكتوبر. اهلا بحضرتك وحضرتك والجميع. تسلمي لي. تسلمي يا سيدي. بصراحه انا حضرت حرب اكتوبر 73 و67 و56 العدوان الثلاثي و52 ثورة يوليو. ما تكبريش نفسك بقى. لا انا 72 سنة. ربنا يديك الصحة. احنا دي واحد. وحضرت حضرتك
معسكرات القاده والشرطه لبورسعيد. ما شاء الله. اللي كان سياده اللواء جمال نظيم ما شاء الله، ده احنا تاريخنا واحد. ربنا يخليك. انت حضرتك دفعتي كده. وتربينا تربيه عسكريه في المدارس، وكنا بنلبس لبس عسكري. أيوة. وكنا بنعمل البندقيه اللي انزلت وفك وتركيب والكلام ده كله. ما شاء الله ما شاء الله. فطبعا في المدرسة تربيتنا تربيه عسكريه. أيوة. الحاجه بقى اللي انا يعني ارجو يعني ان ده تاريخ، وما ننساش حد من ابطال 73 واولهم صاحب الضربه القويه الاولى، يعني سياده الرئيس السابق محمد حسني مبارك. انا بحترمه وبعتبره اب ليا، وبغض النظر كل انسان ليه اخطاء وليه محاسن، بس ده تاريخ مش لازم نسقطه. ولازم نفتكره برضه بالخير، وانا بعتبره زي ابويا، راجل كبير. وبعدين المفروض ان الدولة برضه تكرمه، وان الدولة ياخد اعفاء صحي من العقوبات. معايا حضرتك يا مشاهد؟ معاكي يا استاذه منى، قولي رايك بكل حريه وديمقراطيه. انا بصراحه هذا الرجل المحترم المؤدب العسكري اللي برضه ترك الكرسي بمنتهى الاحترام، ما عملش اي قلق، وسلم الدوله للجيش وتحميها، وما عملش اي مشاكل. كون ان احنا لينا شيء عنده او حاجه ده ناخده سلميا، ولكن مش المفروض ان هو يتحط في السجن او لا، برضه مهما كان ده قائد. طيب انا بحترم الاراء وبحترم المتصلين وبحترم وجهات النظر. نرجع بقى نتكلم على حرب اكتوبر. لما انتي عاصرتي حرب اكتوبر، احكي لي الوقت اللي كان فيه حرب اكتوبر. كانت الناس فرحانه قوي بصراحه. واغنيه على الربابه بتاعت ورده دي كانت عامله يعني رنه كبيره قوي. يعني مجرد العبور ده يعني كانت فرحه كبيره جدا. واعتقد اللي نجح هذا الحرب يعني ان طبعا هم يعني اخدوا الولاد المتعلمين اللي هم يعني خارجين الجامعه وكده، واتدربوا بسرعه الى جانب الافكار الحلوه بتاعت الميه وبتاعت الكلام ده. فطبعا لما تختاري ناس متعلمه وكده بيبقى بيتدربوا بسرعه، ففهموا ازاي يحاربوا بسرعه، غير الناس اللي يعني لما بيكون واحد جاهل بياخد وقت طويل في التدريب. فلما خدوا خريجين الجامعات وكده وعلى طول بسرعه مفيش 5-6 اشهر كانوا فهموا الحرب، فدخلوا ونجحوا. وكانت فرحه كبيره كبيره كبيره. يعني انا ده اللي عاصرته، كانت الناس بتزغرط والناس فرحانه، والناس حاجه زي مباراه يعني كره القدم كده لما الناس تعيط. ايوه زي دلوقتي يعني لما مباراه كره القدم بنكسب. يعني فكنا فرحانين طبعا، وهو كان فخر كبير، وكان كل واحد يروح اي بلد بيفخر بنفسه يقول انا مصري. ده اللي انا كنت بحسه، ويعني في انتماء وفي حب للبلد وفي تضحيه. طيب اسالك على حاجه يا استاذه منى، انت دلوقتي من خلال مثلا تعاملك مع شباب العيله مع اولادك، هل بتحكي لهم الايام اللي انت عصرتيها، ايام الاحتلال، وان انت كواحده ست وكنتيش بتاخدي حريتك في النزول او الخروج من البلد، وان انت عصرتي ايام وحشه، وان الرجال القوات المسلحه وغيرهم من المصريين اللي شاركوا في الحرب رجعوا الكرامه للست المصريه وللارض المصريه، بتحكي لهم الحاجات دي وبتزرعيها جوه نفوسهم في الوقت الحالي؟ طبعا، وانا واحده تربويه برضه. يعني انا دراستي تربويه. فطبعا الواحد بيبقى فخور، حتى لو واحد بيفتح موضوع في اي مكان لازم الواحد يرد كويس، ولازم الواحد يفهمهم مصر يعني ايه. ده حاجه كده في دم الانسان يعني حتى لو واحد بيسال سؤال، او الناس اللي دلوقتي مغشوشه لازم نفهمهم احنا مين. احنا مصر. يعني عارفه ازاي؟ يعني لازم الواحد يدافع حتى بالكلمه لاي
اي ناس مغشوشه او اي ناس مش بغض النظر عن النقاشات، انت من نفسك تطوعا كده بتحكي الاحداث دي والكلام ده كله في الاعداد للناس الشباب، للاطفال اللي في ابتدائي؟ لو حد سالني بجاوب يعني مش من باب للطاق كده يعني. لكن اي حد بيبقى عايز يستفسر عن حاجه الواحد بيقول له لا ده كان وقتها كان كذا. كانت الناس ان شاء الله تاكل عيش ودقه ومبسوطين وفرحانين ومفيش حد حاقد على حد. كان في فرحه، كنا فرحانين يعني مفيش حزن مفيش ده، كنا فرحانين. كل يقولوا لك كان في احساس بالسعاده. ايوه بالظبط كده، كان في احساس بالسعاده. دلوقتي كل حاجه موجوده وكل حاجه كويسه، لكن الناس للاسف يعني مش مع بعضها كويسه. يعني عمال الرئيس يعمل لنا حاجات وعمال ده، واحنا في بعض بناكل بعض. يعني ليه ما اعرفش بقى تغير الناس. بنناقشه في حلقه تانية يا استاذه منى. انا شكرا لمداخلتك معانا، نورتينا. شكرا لك. مع السلامه. نستنى التليفونات شويه يا محمود، وعشان ايه نسمع ماذا صنعته القوات الجويه في 73. الدفاع الجوي هو في فرق؟ في فرق طبعا كبير من القوات الجويه والدفاع الجوي. ما اعرفش انا. القوات الجويه حضرتك بتشوفي طاير في السماء الطائرات يعني انواع مختلفه، مقاتلات، قاذفات، مقاتلات قصفه، هليكوبترات وهكذا. والدفاع الجوي هو الاداه، الصواريخ والمدفعيات اللي بتسقط طائرات العدو من الارض. يعني هو وسيله صد للهجوم الجوي المعادي من على الارض. اما القوات الجويه فهي وسيله اداء مهام مختلفه من الجو، سواء قصف اهداف او اشتباك مع مقاتلات معاديه لمنعها، او قوات مهاجمه، قوات يعني طائرات معاديه بتهاجم اهداف وبتاع، فبتقوم مقاتلات الحمايه باعتراضها والقتال الجوي لاسقاطها ومنعها من مهاجمة الأهداف الأرضية دي، سواء بتنوعها المختلف، يعني أهداف حيوية، قواعد جوية، قوات على الأرض، مواقع مدفعية، تحصينات، كذا كذا كذا. دي فالقوات الجوية غير الدفاع الجوي. هم بيشتركوا في حاجة إيه هي؟ إن الجزء المقاتلات اللي موجود في القوات الجوية، طائرات القتال الجوي المكلفة بالاشتباك مع الطائرات المعادية بتتعاون مع وحدات الدفاع الجوي في صد الهجوم الجوي واسقاط الطائرات المعاديه. ده الجزء المشترك منه. هو واجبنا الاساسي كاحنا كقوات دفاع جوي، هو جزء من مهام او احد مهام القوات الجويه. طيب كويس. حلو ان انت توضح لنا النقطه. الفرق بين ده سلاح وده سلاح، وتسمى قوات الجويه، قوات الدفاع الجوي. وقوات الدفاع الجوي هي الاحدث انشاء، يعني ترتيب القوات من ناحيه الانشاء. طبعا القوات البحريه دي في الاساس، طبعا القوات البحريه بعدها، وبعدين القوات الجويه، وبعدين قوات الدفاع الجوي. الاعلام بتوص بتاعت الاسلحه بالترتيب دوت. فادي هو تاريخ الانشاء، ولا تدل على الاهميه، لان كل الافرع زي ما قلنا في الاول هي حرب اسلحه مشتركه، كل بيؤدي المهام بتاعته في اطار شامل، اطار خطه القياده العامه. فادي الفروق بين البتاع. فيبقى احنا الدفاع الجوي المشهد اللي هو السابق مباشره لحرب 73. كانت القوات المسلحه قوات الدفاع الجوي انتهت من الاتي. اول حاجه اعداد الفرد للقتال بكل جوانب الاعداد الفنيه والمعنويه والماديه، كل الامور دي، وتدريبه على كل اشكال القتال واداء الحرب في ظل التكنولوجيا الحديثه اللي هي اعمال الاعاقه وكل ما هو اعمال الاعاقه اللي بيقوم بها العدو اللي لتعميه تاني حاجه اعداد السلاح وكل المعدات القتاليه في الدفاع الجوي. دي معدات في الوقت احنا بنتكلم على وقتها كانت معدات وصية الصنع. المعدات دي كانت فيها يعني ما بتأديش في جوانب معينة الأداء فتم تطويرها بواسطة المهندسين المصريين داخل الدفاع الجوي، ودي من الحاجات في وقتها وتطوير مؤثر. يعني لا نخوض في التفاصيل، لكن في الآخر السلاح اللي جه من روسيا أحد المزايا المصرية. يعني إذا كنا احنا بنصنع دلوقتي السلاح جزئي أو كذا أو كذا، لكن في وقتها التصنيع كان محدود، فكان من اللازم تطوير السلاح، فتم التطوير، والتطوير كان عملي وواقعي نتيجة مشاكل واجهتها الوحدات الكتائب.
فاللي حصل ايه، ان عشان تتغلبي على الدفاع ده اللي موجود، فبتطوري المعده، بتضيف لها قدره على اداء حاجه ما كانتش موجوده فيها. فاللي قام بعمل ده، وده عمل يعني فاعل وايجابي جدا، المهندسين المصريين داخل الدفاع الجوي والتسليح، الذخيره، الاسلحه والذخيره. وتم داخل مصر هنا على ارض مصر، ودي كانت اضافات يعني كبيره يعني. ده من ناحيه السلاح. واضيفت اسلحه من الجانب السوفيتي في وقتها يعني ما كانتش موجوده، انواع محدده كده لاستكمال المنظومه. طيب بعد كده الشغل اللي تم على الارض، مسرح العمليات بنسميه احنا العمل الهندسي اللي على الارض ده، عباره عن ايه؟ كانت الفكره بتاعت انشاء المواقع انها تبقى محصنه بتستحمل القصف الجوي. الحقيقه لما نرجع للتاريخ نلاقي الامريكان اللي هم كانوا مساندين لاسرائيل العدو، كانوا في منتهى السخاء في اعطائهم الايه؟ المعدات بالكميه والنوع بالاثنين. فحقيقي اسرائيل في فكرتها الاساسيه كانت بتعتمد على القوه الجويه بتاعتها، القوه المدرعه بتاعتها في تحقيق الايه؟ النجاح في القتال. لما انت تخططي في تاخدي المزايا بتاعتها، تحد منها او تنهيها، فاحنا خططنا لكده في تقويه الدفاع الجوي وايه، وتقويه الحاجات المضاده للدبابات. فكان في شبكه الصواريخ الضخمه جدا، وكانت عناصر التكوين بتاعت الشبكه عناصر ضخمه جدا. العمل لا تتخيليه، اوصف لك ملامح منه. اولا قبل الحرب 73 بفتره كده ما كانش فيه كشف كامل راداري لسماء مصر، كان موجود وكل حاجه، بس ما كانش فيه انتجريشن كده بالشكل ان يوفر لك تدفق للمعلومات، تدفق مستمر وعلى كل الارتفاعات وفي كل الاتجاهات. كان موجود بشكل نقول مثلا 70%. تم الاستكمال ده قبل حرب 73 بايه؟ بقى عندنا شبكه كامله من الكشف، الانذار الراداري وحاجات بنسميها احنا الرؤيه بالنظر لاستكمال ثغرات معينه حسب طبيعه الارض. كان في كل مراكز القياده بتاعت وحدات صواريخ وحدات المدفعيه المضاده كان في معلومات كامله فوريه عن اي هدف معادي متحرك في الجو او هدف صديق كمان. يعني كل انواع الطائرات الموجوده في الجو كان في الموجود الكلام دوت وبصفه مستمره. فاللي قاعد في مركز العمليات بيبقى في الصوره كاملا. انا في حرب 73 كنت رئيس استطلاع لواء صواريخ بيدافع عن قاعده جويه رئيسيه. المعلومات موجوده قدامي كامله زي ما موجوده في اي مركز قياده، حتى في اسوان موجود، الصوره موجوده. فيبقى احنا كده ايه، وفرنا معلومات فوريه ولحظيه ودائمه ومستمره لايه؟ لكل هيئات القياده والمراكز في داخل مراكز القياده. فدي اول حاجه. ثاني حاجه، اتحطت منظومه الصواريخ والمدفعيه المضاده للطائرات واشتراكا مع المقاتلات بتاعت القوات الجويه، مقاتلات الاعتراض الجوي. اتحطت منظومه جميله جدا بتحقق التعاون والتكامل بين كل العناصر دي لصد اي هجمه جويه تيجي، سواء على نطاق ضيق او على نطاق واسع. يعني الهجمه المحدوده او الضربه الجويه الشامله. مفهوم ضربه جويه شامله يعني ايه؟ يعني بتتكلم على ضربه هتشمل مثلا قطاع ضخم جدا من الجمهوريه. ففي الحاله دي بقى ايه؟ كان كل المنظومه قادره على اداء عمليه الصد للهجمات الجويه او الضربات الجويه. بعد كده اتعملت الدشم بشكل قوي جدا في التحصين. الدشمه اللي هي جواها المعدات وجواها مراكز القياده. الدشم دي خرسانيه بتصميمات هندسيه، التصميمات كلها مصريه. يعني التصميم الهندسي في الانشائي بتاع الدشم ديت باشكالها وبتحقق كل المطالب بتاعه ممارسه المهمه القتاليه او العمل القتالي داخلها. كانت تصميم مصري صرف من المهندسين العسكريين المصريين، وشارك في التنفيذ شركات مدنيه منهم شركه عثمان احمد عثمان، هي كانت اكبر شركه في وقتها. وحجم العمال اللي استشهدوا في انشاء الدشم ديت في اواخر حرب الاستنزاف كان عدد كبير جدا، لكن نجحنا في تنفيذ المهمه تحت القصف دوت. المنظومه برضه استكملت. الدفاع الجوي انا احب اقول ايه، ان هو سلاح ما بيشتغلش في مسرح العمليات بس، يعني في الجبهه في القناه، لا، بيشتغل في القناه وفي كل مصر، بيدافع عن كل الاهداف اللي موجوده في مصر. يعني كل المطارات والقواعد الجويه اللي موجوده في مصر مدافع عنها
بوحدات الدفاع الجوي. كل الاهداف الحقيقيه، كل السدود اللي على النيل ديت مدافع عنها، كل المصانع مدافع عنها. مين العدو للدفاع الجوي؟ اي طائره اي طائره معاديه تخترق المجال الجوي هي هدف معادي يتم الاشتباك معه. سواء اذا كانت فرديه او زوجي او حسب يعني ايا كان حجم الهجمه الجويه. واقل هجمه جويه كانت بتبقى مثلا بطيارتين او باربعه، وفي فكر معين كده ممكن اشرحه، بس نقول في الاخر ايه، نسمي المحدود ده هجمه جويه، ونسمي على نطاق واسع جدا نسميه لو شمل قطاع كبير من مصر نسميه ضربه جويه. فالهجمات الجويه لما اقول كده يبقى ايه، هجمات على عده اماكن او في قطاع معين. اما لو زاد القطاع هنسميها ضربه جويه اصطلاحا يعني. وحدات الدفاع الجوي بتدافع عن مصر من اسكندريه لاسوان. يعني السد العالي ده هدف حي رئيس مش متساب طبعا، بتدافع عنه، بتدافع عنه بالصواريخ وبالمقاتلات وبالمدفعيه وهكذا. كل السدود اللي عنده، كل المصانع، كل المطارات والقواعد الجويه، كل ما هو له يعني المدن الرئيسيه كلها مدافع عنها. فيبقى المهمه القتاليه للدفاع الجوي بتشمل حيز مصر كله بالكامل. يعني كل ما هو موجود على الارض له قيمه مخطط للدفاع لكن عنه. ايام ده احنا دخلنا الحرب بالمفهوم ده وما زلنا بهذا المفهوم. يعني ايه؟ يعني دخلنا الحرب بالمفهوم اللي انا يبقى احنا داخلين الحرب مش بندافع عن منطقة القناة بس والجيوش الميدانية. لا، ده هو اتساع المهمة للدفاع الجوي اتساع غير عادي. وعشان كده المهام ثقيلة على الدفاع الجوي. نيجي بقى ناخد حيز في الحديث ونقول ايه؟ طيب في منطقة الجبل مهام الدفاع الجوي في منطقة القتال بقى اللي هيحصل القتال البري فيها، كان في جيشين ميدانيين هيقتحموا القناة في عملية نصب كباري على الايه، بننصب كباري عشان تعدي عليها الدبابات والقوات في القوات عدت شرق القناه وهتاخد مواقع دفاعيه. ف يعني هتعزز الهجوم ورؤوس الكباري هتتعمل وايه هتبقى موجوده عشان تصد الهجمات المضاده. كل ده بيتم تحت حمايه ايه؟ الدفاع الجوي. اللي يقرب يموت، الطياره اللي تقرب تقع، مفيش فصال. وده اللي حصل فعلا. فهنا ايه؟ عن الدفاع الجوي في منطقه، الحديث دلوقتي عن منطقه القتال القناه، بيدافع بطول من 160 كيلو من اول بورسعيد فوق في الشمال لغايه راس مسله على خليج السويس. المسافه دي حوالي 160 كيلو بعرض كبير يعني من غرب القناه لشرق القناه. يعني الذراع بتاعه الدفاع الجوي كانت ممتده لشرق القناه. يعني الطياره اللي تقرب من منطقه شرق القناه عشان تضرب قواتنا على الارض كانت بتسقط. في اليوم الثالث او الثاني صدرت اوامر. هم طبعا اول ما لقى القوات المصريه بتقتحم القناه في التسلسل المعروف دوت اللي هو عبور القوارب والقوات اللي هاجمت الدوشم الحصينه اللي موجوده على بتاعت خط بارليف، وبعدين نصب الكباري وبعدين تعديل الدبابات وكل دوت. العدو شغال هجمات عايز يخش يمنع المصيبه اللي جايه له دي. فالمصيبه اللي جايه له جات له فعلا وحصل الايه؟ انها حققت المهام بتاعتها. اللي حصل بعد كده ايه؟ ان في اليوم الثاني والثالث قالوا صدر امر من القياده الاسرائيليه قال له ما تقربش من القناه لانه بيخسر طيارات نازله وقوع واكفأ طيارين ليه كانوا في الهجمات الاولى، فخسر اكفأ طيارين في الايه؟ في الهجمات الاولى على القوات. وقعت الطيارات بتاعته. كان هو كان بيطلع الطيارات دي ليها الدفاع الجوي. الدفاع الجوي بالصواريخ والمدفعيه، وكان في نظام دفاع عن الكباري يعني اضافي بالرشاشات الحاجات المغنزره ديت اللي هي الآلية، وكانت بتعمل غلالات نيران فوق الوصف. لو حضرتك تشوفي مثلا اي مدفع من الحاجات دي جوه يموت يقع، الطياره اللي تخش وقع مفيش فصال، ودي سببت خسائر كبيره. وكان في تنوع في التسليح وتكامل في كل العناصر. المنظومه كانت حضرتك بتتفرج على سيمفونيه كده موسيقيه بتضرب، المايسترو واقف وايه وبعصاته وكل واحد عارف شغله بالظبط. الاداء كان كده في الدفاع الجوي. يعني كشف مستمر للاهداف، بيانات ومعلومات متدفقه جدا. الوحدات كلها بتستلم المعلومات ديت، بتشتغل على الاهداف دي. لما تخش في المرامي بتاعتها الطيارات بتقع على الارض. عند ظهور الطائره مين اللي بياخد الامر بالضرب؟ مين اللي بيعطي الامر بالضرب؟ في شكلين من الموضوع ده. دي ظهور يعني حضرتك بقى بتسالي سؤال اكنك في معهد الدفاع الجوي.
فده سؤال فعلا ما سالوش الا ظابط. خيال لازم بس من اللي بيقول اضرب. خيالك رائع جميل يعني مظبوط يعني عايشه الواقع يعني. في منظومه قياده وسيطره. منظومه القياده والسيطره ديت مش هنخش في تفاصيل، لكن في الاخر ايه في شكلين ممكن يحصلوا. القائد الاعلى يقول او القائد المحلي يقول طبقا للاحوال لا داعي لذكرها. يعني في الاخر ايه المهم الطياره، المهم الطياره تدفن عندنا بس كده، واتدفنت عندنا. اصلنا طيارين وناس كتير ماتت منهم طيارين، وطيارات اتحطمت وحاجات كتيره جدا. ويعني وهم هقول لك في الاخر بقى ايه بس بعد ما نخلص المنظومه اقول لك خسائرهم شكلها هنمشي بالتسلسل اللي حضرتك منظمه. في الاخر نجحت قوات الدفاع الجوي في تنفيذ كل مهمه في وقايه القوات وتوفير الحمايه الجويه لها من على الارض. يعني الحمايه الجويه المقصود بها مش القوات الجويه، لا الحمايه الجويه من وحدات الدفاع الجوي، وكانت تحت مظله الدفاع الجوي، تحت جناح الدفاع الجوي. القوات البريه لما حضرتك تريحي القوات المدرعه وقوات المشاة وكل الاسلحه دي انه بيشتغل مش قلقان من اللي فوق راسه، لان اللي فوق راسه احنا متكفلين بيه. بيأدي بروعه. يعني مثلا ناخد مثل في مفارز بتاعه صائدي الدبابات ودول يعني تسليحهم متنوع وبتاع، ويعني بيعملوا بجرأة ونجاحاتهم كانت عاليه جدا جدا. الاخ مصطفى لو ما كانش نام ولسه سامع يعني معروف عبد العاطي الله يرحمه توفي، يعني مش استشهد في القتال. يعني ده ضارب 27 دبابه ولا 23 دبابه مش متذكر، والزميل ليه ضارب 21 دبابه. دول بيسموهم عفاريت عبد الجابر. مين عبد الجابر ده؟ ما اعرفش حضرتك قابلتيه ولا لا. هو لواء بس في وقتها كان مقدم. هو اكبر مني ب4 سنين او 3 سنين يعني. دول كان بيدربهم. دي الكمائن اللي طلعت عشان الهجوم المضاد بتاع الدبابات الاسرائيليه، نتيجه ان قواتنا اقتحمت القناه وابتدت تعمل رؤوس الكباري، فبيعملوا هجوم مضاد بالدبابات وبتاع. كانوا الاخوه دول الحلوين دول بتوعنا مستنيينهم متوليينهم، فدول يعني وضبوا الدبابات الاسرائيليه، واحنا وضبنا الطائرات الاسرائيليه. في الاخر الاداء رائع جدا جدا. اللي حاصل ايه؟ ان الاسرائيليين في نهايه الحرب اعترفوا بان هم وقع لهم 120 طياره. فانت طبعا في لما يعني كل الدول بتحاول توصف الخسائر طبعا بتبقى عارفاها. انا عارف قواتي خسرت قد ايه وما يعلنهاش، ولو اعلن بيحاول ايه طبعا يقلل الخسائر. ده منهج مش متصل بالعالم كله يعني. فلما هو اعلن ما هو لازم يقول رقم. ما هو طياراته هو كان عنده 300 وشويه طياره في وقتها، وكانت انواع الطيارات كانت سكاي هوك وبتاع ده وميراج، وكانت الطياره الفانتوم الاف 4. الطياره التأديت في وقتها كانت تعتبر طيارات زي السكاي هوك اللي هي الاي 4 اي ديت كانت قاذفه ومعاونه ارضيه. الطياره الفانتوم متعدده المهام هي الاف 4. يعني ممكن تخش في القتال الجوي، ممكن تعمل قصف، وكانت طياره حمولتها بتشيل بتاع 7-8 طن قنابل. انا شفت قصفها يعني حاجه يعني بشعه يعني. احنا طياراتنا بقى ما شاء الله يعني الامريكان كانوا قوة قوي مع الاسرائيليين، واحنا ما شاء الله البخيل الروسي او السوفيتي وقتها كان يدي حاجات كده متخلفه. ويعني يكفي يديك طياره مثلا شورت رينج كده ما لهاش مدى كبير، تطلع كده في تلت ساعه وبتاع وحاجات كده. في الاخر الطيار بتاعنا طيار ماهر جدا وشجاع جدا. يعني فعلا يعني مش مجامله لاي حد، بس ده الواقع. انا هحكي لك معركه جويه شفتها يعني بتثبت هذا يعني. لكن في الاخر انت مسلحاه. طبعا مصر ما بتختارش، هو ده السلاح اللي بتفرضه روسيا يعني. ما عندناش الا كده خدوا دوت. فاحنا ما بنصنعش سلاح، واسرائيل برضه ما كانتش بتصنع سلاح نفس الشيء. فالمقابل هم بيستوردوا سلاح واحنا بنستورد سلاح. الامريكان قوة قوي، لان طبعا اليهود ليهم اثر كبير في الولايات المتحده الامريكيه. اما احنا يعني ففي الاخر القوات المسلحه المصريه ادت اداء في حجم التسليح اللي موجود ونوعيه التسليح
حجم خرافي او نجاح خرافي. واعترفوا ب 100 وايه؟ 120 طياره. ده الكذب. ده الكذب. بس اسمعيني الغرب والمصادر الغربيه اعترفت ب 200. يعني الغرب عنده ادوات رصد كتير ومصادر معلومات. يعني تلتين الطيارات اللي عندهم. لا شوفي حضرتك ايه. هو ال 120 دول بلسانه هو لسان العدو يبقى دول التلت. لو بتتكلمي على 340 طياره. المصادر الغربيه بتتكلم لا ده هو وقع لهم 200. المصادر الشرقيه بتتكلم على 280. سياده المشير قائد قوات الدفاع الجوي في محمد علي فهمي في حرب 73 في الكلام بتاعه في ندوه اكتوبر قال ايه؟ قال الثلاث ارقام دول. فقال يبقى الرقم انا مش هقول هو بيقول كده انا مش هقول رقم رابع دي ندوه دوليه. هو رقم ما بين هذا. طب ناخد بس حتى المتوسط الحساب. لا هو الضرب اتفلق دماغه فعلا. يعني القوات الجويه الاسرائيليه يعني القوات الجويه المصريه القوات الجويه الاسرائيليه يعني فعلا يعني اصيبت يعني بشده في حرب 73. القوات الجويه الاسرائيليه فعلا خدت درس. انا حصل لي حاجه. طيب استاذنك ناخد فاصل. اتفضلي عشان ناخد فاصل ونطلع نكمل بقيه الحوار بتاعنا. اتفضلي. ابقوا معنا على موجاتنا وتليفوناتنا 239 23 7 11 و 239 21 4 37. لسه مكملين مع بعض فقرتنا اعزائي المستمعين على 102.2 والحديث عن انتصارات اكتوبر. وكل سنه وانتم طيبين وعام هجري سعيد عليكم يا رب كلنا ان شاء الله. ومشرفنا في الاستوديو الدكتور عاصم شمس الدين سيادة اللواء الدكتور عاصم شمس الدين بقوات المسلحة بالمعاش وشارك في حرب اكتوبر. تليفوناتنا 239 23 7 11 و 239 21 4 37. معنا اتصال تليفوني. الو في حد؟ الو. طيب مستنيين اتصالات. طيب سيادة اللواء نرجع تاني نتكلم على الدفاع الجوي. انا خلاص اتعلمت اهو. جميل جدا كده كويس. الدفاع الجوي وما بذلته في حرب اكتوبر. واتكلمنا ان هو يعني حجم كبير من الطائرات في اول يوم وتاني يوم في اول يوم ده مش من تاني يوم ده اول يوم تم تدمير حجم كبير جدا من الطائرات في القوات الاسرائيليه. طيب بعد كده الموضوع برضو اللي احنا كنا عايزين نتكلم عليه ان هو الدفاع الجوي وكان دوره الاساسي احنا شرحناه. نكمل بقى بقيه الحرب مع الدفاع الجوي. الدفاع طبعا حضرتك زي ما احنا قلنا في الكلام ان الدفاع الجوي بيحقق الحماية للجيوش المدنية وبيحمي الكباري المقامة على القناة وفي نفس الوقت بيحمي كل العمليات القتالية اللي بتتم وبيوفر المناخ المناسب للقوات عشان تؤدي أعمالها التخصصية كلها في بنسبة نجاح عالية نتيجة إنها محمية من أعلى من الهجوم المعاد. استمر الحال بالشكل ده والأداء كان ناجح جدا. خسائر العدو في تزايد. لاحظت قوات الدفاع الجوي لأن إحنا لو اتكلمنا الملحوظة اللي جاية دي بتقول إيه؟ إن لاحظوا ان الطائرات الاسرائيليه ابتدت مهاراتها تقل، مهارات الاداء تقل. فكان الاستنتاج ان هم الطيارين الممتازين استخدموهم في الاول والخسائر كانت عاليه فيهم. فابتدى على المستوى الادنى يؤدي ومره واحده ابتدى الاداء يعلى في اليوم السابع قتال. طبعا اول يوم قتال هو ايه؟ يوم 6 اكتوبر بنسميه اليوم الاول قتال. ده كشف ايه؟ يعني ان في دعم خارجي. يعني هنا واقفه ونقول ايه؟ الحجم القوات المصريه هو حجم ثابت. حضرتك داخله بقوات بتشكيلات ثابته اعدادها موجوده يعني معروفه وكذا. يعني في الاخر الحجم ده
المفروض بيتناقص مع الخسائر. تمام. هو بيحصل له من اليوم السابع والثامن المعدات بتزيد عنده والاعداد بتزيد. هنتكلم برضه على الدفاع الجوي ونقول ايه؟ ان اتضح بعد كده ان كل من هو طيار، طبعا التشكيله الاسرائيليه داخل اسرائيل عباره عن ايه؟ هي يهود. اليهود دولت موجودين في هجرات في كل حته، والجزء منهم كبير طبعا موجود في الغرب وموجود في الغرب وفي امريكا على وجه الخصوص وبتاع. فامريكا فتحت الباب لصفرت كل من هو عنده من اليهود الاسرائيليين اللي هم عندهم جنسيه مزدوجه. وحتى اليهود الامريكان اللي موجودين ما عندوش جنسيه مزدوجه، اللي هم ما سافرش ما هاجرش اسرائيل، ما خدش الجنسيه الاسرائيليه، فتحت لهم باب السفر لاسرائيل في كل التخصصات، كل الاسلحه. فاحنا فيما يخص الدفاع الجوي لاحظنا ان في اعداد متزايده من الطائرات وبالتالي طيارين في حسابات كده. طبعا الوقت لا يسمح بشرحها ولا ده مكان مناسب لشرحها ولا بتاع. عدد الطيارات لعدد الطيارين وعدد الطلعات، قصه كده تخصصيه. في الاخر انت حضرتك حسيتي بان كثافه الهجمات ابتدت تعلى. يعني احنا الناحيه الثانيه بقى بتاع ناحيتنا احنا الامداد محدود، الاستيعاب بتاع المعدات وبتاع ده محدود وهكذا. فيعني الحقيقه ما كانش في توازن في الدعم الامريكي والدعم السوفيتي بالنسبه للطرفين اللي هم بيساندوهم مصر واسرائيل. في الاخر انتهت الحرب على ان زي ما قلنا الخسائر. عملتوا ايه لما شفتوا التزاوج؟ لا انت بنقاتل للاخر، وبرضه في فنيات في القتال كده ما بحبش اتعرض ليها. في الاخر انت الواحد يعني في اساليب للمناوره بالمعدات واساليب لاستهلاك الذخائر وتفاصيل كده فنيه كتير جدا يعلمها المتخصصين العسكريين. ففي الاخر دي كل الامرجنس كيسز ديت بنتعامل معاها، لان احنا المفتاح الموضوع حالات الطوارئ هو التدريب واعداد خطط الطوارئ. طالما انا مجهز نفسي كويس قوي، فانا لما بخش في الحاله اللي انا نتيجه ان انا عندي بعد نظر ومقدرها مسبقا وحساباتها حساباتها الماديه كويس قوي قوي، ففي الاخر انا بقدر اتفاعل معاها واتعامل معاها. فالثبات في تنفيذ مهام القتال استمر بدون اي تزاز. هم فاكرين ان انتوا بقى خلاص يعني تعبتوا قبل اليوم السابع، فقالوا نجيب امداد يكونوا هم خلاص قواهم نزلت فنقدر احنا نرجع نسيطر تاني. ممكن يكون هو ده في الاسلحه الثانيه لو جاز الحديث يعني، ونستاذن المستمعين المتخصصين يعني يعني في دبابات يعني نزلت امريكيه ونزلوها في العريش، والعدادات اتأثرت اتضربت واطقمها ثابته وبتاع واتمسكت، والعداد عامل مثلا 100 كيلو 150 كيلو، ده المسافه يعني دبابه جديده وجايه لهم من اوروبا على طول، يعني شحن سريع كده في وسط الحرب. حضرتك القتال استمر من 6 ل 28، فالسبلاي ده حصل في وسط الحرب. ففي الاخر يعني واحد مسنود جامد وبيتغذى جامد وكذا وكذا، والطرف الثاني على القد على القد على القد. فاحنا كنا مقدرين هذا الموقف ما اتفاجئناش بيه، وعشان كده استمر في ثبات في تنفيذ المهام القتاليه حتى اخر يوم قتال اللي هو كان يوم 28 اكتوبر. طيب استاذن حضرتك معانا اتصالات تليفونيه. اتفضل. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم جميعا بخير. وحضرتك بخير. والضيف الكريم سياده اللواء. الله يبارك. اهلا بيك يا فندم. مين معايا؟ والاستاذ محمود. معاك جمال محمود فضل. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بحضرتك. اهلا يا استاذ جمال. شرفتنا سياده اللواء. اهلا بحضرتك. وانا بقول تسلم قلوب جيوشنا المصريه. الله يبارك فيك. لان القلب القوي اللي مليء بالايمان، وده يمكن ده اللي خلاني اخش اعمل مداخله مع سياده اللواء، ان كان اهم سلاح كمان غير الاسلحه دي هم تعدادهم اقوى مننا تطورا، ولكن عندنا احنا سلاح كان سلاح الايمان بالله والله اكبر، كان بتهز الارض قدامهم. لان انا كنت حضرت برضو، كان برضو سن يعني كان ايه في الوقت ده، كان عندي 12 سنه كده، كنت في سنه 6 ابتدائي. كنت طبعا كنت بتفرج على التلفزيون، كل جندي بطل كان يطلع يقول احنا كنا بنقول الله اكبر والارض تتزلزل تحت رجلينا. فكان ده يعني في حد ذاته كان
سلاح قوي جدا. صحيح. فقوة الإيمان دي كانت يمكن أكتر من التعداد الأسلحة أو تطور الأسلحة عند العدو. صحيح. الحاجة الثانية أنا عمري ما فرقت يا سيادة اللواء بين الجندي وبين الشعب، لأن هما الاثنين مصدر واحد طبعا. لأن أنا الجندي دوت لما بيحارب عشان مين؟ ما كده يعني أنا خيالي كده إن حضرتك كان في الوقت ده عندك مثلا من 28 ل 31 أو 30 سنة. صحيح صحيح. في الرينج ده. أيوة. فأكيد يعني والدك ووالدتك وإخواتك البنات اللي هم الناس اللي ما يقدروش ينزلوا يحاربوا بمعنى أصح. فكل الجيش المصري هو كان بيحارب عشان إيه؟ عشان أهله موجودين في البيت، واللي موجودين في البيت كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا يقطعوا من قوتهم عشان ولادهم اللي هم في الجيش اللي هم بيحموهم بمعنى أصح. فالكل كانت في يعني عجبنا قوي السيادة لما بيقول إيه؟ كان في زي مايسترو وكل واحد ايه عارف دوره او عارف النغمه اللي هو شغال بيها. هو فعلا المايسترو ده كان موجود، وكان اللي بره الجبهه اللي هم في الداخل كانوا برضو شغالين ايه في نفس العزف، اللي في مصنعه شغال في مصنعه واللي كذا. لكن كانت اهم حتى الحرامي. تخيلي يا استاذه شيرين الحرامي في اليوم دوت في شهر رمضان في 6 اكتوبر ما فيش اي اسم سجل سرقه في الايام دي. يعني كان حتى كان عنده اقول ايه كان عنده دم وعنده وطنيه في الوقت دوت اللي هو الحرامي ده. زائد ولا حتى ما كانش فيه مشكله، يعني ما فيش حد اتنين يتخانقوا مع بعض، لا احنا كنا فعلا مهيئين ايمانيا. يعني انتوا بس كل الهدف الحرب اللي قدامنا دي احنا بنحارب عدو. انما للاسف حاليا دلوقتي احنا مش عارفين احنا بنحارب مين. بنحارب نفسنا ولا بنحارب لان العدو مش ظاهر قدامنا. ودي اكبر يمكن اكتر حاجه مخليانا كلنا في موقف مش حلو. ليه؟ عدونا ممكن تكون يبقى في وسطنا في قلبنا من جوه، انما احنا كنا الاول بنحارب عدو ظاهر لينا باسلحته، لكن كنا ايماننا بالله، لان ربنا يقول لك ايه؟ وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. لكن انت بتعملي الايه اللي عليكي وتضربي السلاح، والسلاح هو اللي يروح بقى، ربنا هو اللي بيوجهه مش انت كمان. تخيلي بقى. فكان قوه الايمان وقوه الله اكبر دي كانت سلاح معجزه في حرب اكتوبر. فانا كنت اتمنى ان اي حد يقول ان عايزين نكرم جيشنا، لا ده هو متكرم اساسا. ليه؟ ده اللي قاله كلام سياده اللواء في بدايه ما هو عجبني بصراحه في كده، لان كل واحد هو امال الحرب في سبيل الله ايه؟ ده كل يعني الحروب من اول ايه بقى؟ من قبل محمد علي بكتير، من ايام طبعا مش هقول الهكسوس والكلام ده، من اول الدوله الاسلاميه اللي بداها سيدنا عمرو بن العاص في فتح مصر. كان بدايتها ايه؟ ان كل واحد بيتمنى الشهاده، بيدافع عن وطنه، بيدافع عن دينه، بيدافع عن عيلته، بيدافع عن ارضه، بيدافع عن عرضه نفسه. فكان كل حاجه بتعمل ايه؟ بتبقى من عند ربنا سبحانه وتعالى، الجزاء عند ربنا. انما ما كانش في واحد بيطلب جزاء من اي حد. ولذلك كانوا قمه الجيل ده بصراحه، جيل 6 اكتوبر كله سواء جيش او شعب كان جيل محترم جدا جدا جدا. وهي دي فعلا اللي احنا يعني المفروض نتشبع بيها في الايام دي. شكرا يا استاذ جمال، ربنا يخليك، ربنا يكرمك على كلامك الجميل. الله يخليك يا استاذ شيرين. شكرا وشكرا يا سياده اللواء. خيرا وصفت، الله يبارك فيك. شكرا ليك. لسه مكملين الحوار اعزائي المستمعين عن الانتصارات في حرب اكتوبر في 40، وشرفنا سياده اللواء الدكتور عاصم شمس الدين من القوات المسلحه ومشارك في حرب 73. تليفوناتنا 239 23 7 11 و 239 21 4 37. المايك مع حضرتك. من الحاجات اللي يعني اللي لازم الواحد يتكلم فيها يعني وبتبقى يعني مفيدة للمستمع عشان يعرف ان العمل هو عمل جماعي. ودي نقطة يجب التركيز عليها عشان ايه المستمع يبقى مدرك
طبيعة القتال ايه هي؟ المهام مهام متنوعة جدا. هندي مثل لشكل من اشكال المهام اللي بعض الوحدات اللي ما تجيش على بال حد. يعني في حاجة اسمها خطط الخداع. خطط الخداع ايه؟ دي في كل جيوش العالم. يعني ان انا اول حاجة احمي مواقع قتالي من الاكتشاف. الاساليب كثيره جدا. انا معلش المعدات بتاعتي موجوده في الحته دي. وبعدين دي حاجه يبقى انا بحميها باساليب كثيره تفصيليه، فنيات كثيره قوي. الجزء الثاني من هذا العمل هو ان انا ادي معلومات مزيفه للعدو غير حقيقيه. يبقى انا السكتين دول بيحموا قواتي وبيحققوا حاجه ثانيه ظريفه جدا اللي هي ايه؟ انا ممكن اعمل حاجه اسمها مواقع هيكليه في خطط الخداع دي. اساليب انشائها كثيره جدا. فالموقع الهيكلي دوت شوفي حضرتك بيحصل له ايه؟ موقع هيكلي هو موقع غير حقيقي ومعمول من مواد، يعني لانه مش هتصرفي على حاجه هيكليه وغير حقيقيه. يعني مش هتحصني تحصين كامل وقوي وكده، ولا هتحطي معدات حقيقيه جوه، لكن بتحطي معدات اللي يشوفها في تصوير جوي في استطلاع جوي ايه يبقى يقول ده في موقع هنا. وبتحمي الخطه خطه النظام بتاعتك بيبقى متدخل في في المواقع القتاليه الحقيقيه. فالاستطلاع الجوي لما يشوف ما يبقاش عارف الحقيقي من المواقع دي تم الهجوم عليها من الطيران الاسرائيلي وخدت ضرب بالقنابل. من الحاجات المهمه جدا لابد يبقى فيه حد من استخدام الذخيره، الاقتصاد في استخدام الذخيره وتوجه بالكميه المناسبه للهدف المناسب. لان هو في الاخر هو اقتصاد برضه، هو اقتصاد حرب. يعني فانا لو استهلكت الذخائر بتاعتي ومقذوفاتي وبتاع اهداف غير حقيقيه، فده خصما من المفروض اوجهه لاهداف حقيقيه. فيبقى انا بربك العدو فبستنزف الذخائر بتاعه. المواقع الهيكليه دي خدت ضرب يعني ولدرجه يبقى في عسكري واقف خشب وبتاع محطة هوائيات مش حقيقية، صاج ومش عارف ايه حاجات كده، ويتحط فيها حاجة كده. المهم مش عايز اخوض في تفاصيل، لكن في الاخر القصة المشهد اللي شايفه العدو هو مشهد غير حقيقي. يجي يضربه يجي يضربه ويعمل خطط عليه كلام بشكل خطته، وفي الاخر ممكن ده يبقى كمين ليه ان يخش في مناطق قتال انا مخطط لها، فمناطق رمي عليه يعني. ففي الاخر يبقى كمان يطلع خسران. التخطيط ده بيبقى تخطيط مركزي. تخطيط مركزي بمجموعه. لا ده تخطيط مركزي على مستوى القياده. يعني تملي برضه حضرتك لما تيجي تفكري في العسكريه، عسكريه روعتها في التخطيط المركزي مع حريه حركه على المستويات الصغرى. يعني بديله قدره على ان هو يبقى عنده مبادره محليه. المبادره المحليه ديت بتخليه المواقف الغير معتاده والطارئه يقدر ياخد قرار محلي بالتصرف معاه. لكن الحاجات الخطوط العامه للخطه ديت بتبقى مركزيه، يعني خطه القياده العامه. تمام. فتحديد المواقع ديت ده خطه قياده دفاع جوي يعني. فمش قياده عامه قوات مسلحه، قياده وطبعا بتوع للتصدير بيتصدى عليها من القياده العامه وهكذا. الدور ده مين اللي بيأديه؟ وحدات. يعني ننتقل لبرضه جانب اخر لابراز اهميه الادوار، لان الادوار كلها متكامله. الوحدات الاداريه اللي بتمد بالذخائر، بتمد بالتعيين المياه، بتمد بالوقود، كل دي وحدات مهمه طبعا. مش ممكن اقول ان ده مش ضابط مقاتل، لا ده ضابط مقاتل، ده بيبقى في وسط الميدان وبيتعرض لحاجات كده. لكن غير برضه كده هو مهمه زي ما يعني لو شبهناه بالبيت، البيت ما اقدرش اقول ان دور الراجل كذا ودور الست كذا، دي ادوار متكامله. يعني طب ما انت بقى لو مشينا بالنظام الشرقي ان نقول مثلا السيده الزوجه هي مثلا بتعد الاكل بتاع، وممكن تكون بتشتغل برضه. هنا بقى وانا ما اعرفش اطبخ، طب بقى قول لي بالاكل. مفيش استغناء كله ادوار تكامليه. فهي الادوار متكامله. الست اللي بتيجي مثلا تنظف البيت زي ما كانش حد بينظف في البيت، اللي دي ادوار كلها مهمه لا استغناء عنها. فلا بد الناظر
للايه افرع قوات مسلحه ووحداتها كلها واداراتها لابد ينظر لها نظره شامله متكامله. ما فيش حاجه تزيد عن التاني لانها هي حرب اسلحه مشتركه وكل ادوار مطلوبه وهامه. ما فيش حاجه اسمها ايه دور محدود ولا دور كذا ولا دور هامشي. كان المفهوم ده يدل على نقص الفهم اذا وجد عند اي واحد. فدي انا حبيت اقول النقطه دي. نقول مثلا ايه مش كل الوحدات برضه في المفهوم اللي انا بتكلم فيه ده انها بتطلع نيران فيبقى ملهاش، ما بتطلعش نيران يبقى ملهاش قيمه. لا، ندي الامثله. احنا عندنا في وحدات الدفاع الجوي وحدات الانذار هي عيني. الوحدات الثانيه ديت اللي بتشتبك بتطلع منها النيران دي دورها ودي اللي بتوقع الطياره فعلا بالاطقم القتاليه. لكن هل معنى كده ان وحدات انذار الرادار دي والمراقبه بالنظر لا قيمة لها؟ دي هي كل القيمة، هي دعنية. أنا من غيرها يعني هخسر جامد جدا. فيبقى إيه نركز على الآتي، على فهم إن الأدوار في أفرع قوات مسلحة كلها إدارتها كلها مهام مهمة ولا استغناء عنها ولها قيمة عالية. لا يعني احنا فاضل لنا 8 دقايق، عايزين برضه 8 دقايق على نهاية الفترة. فعايزين نتكلم، احنا الوقت خدنا في كلام كتير ما قلناهوش. فعايزين برضو نحكي حاجة برضو من قلب الحدث. القلب الحدث. شوف حضرتك، انا يمكن اقول حديث واحد او حدث واحد يعني. احنا يوم 13 اكتوبر وانا قلت لحضرتك ان انا كنت رئيس استطلاع لواء صواريخ ضد للطائرات لواء مختلط بنسميه احنا كده، وطبعا المستمعين المتخصصين هيفهموا الكلام دوت طبعا. بيدافع عن قاعده جويه. في وسط الحرب دخلت طائره استطلاع او طائرتين استطلاع امريكيتين نوعهم SR-71 بتسمى بلاك بيرد، الطائر الاسود. الطائره دي ليها مواصفات يعني سبحان الله. انا يعني برضه اتكلم بسرعه كده، انا شفتها بعينيا بعد كده سنه 96 وانا في امريكا في زياره، وحاطين في مانهاتن في نيويورك في حاجه اسمها سيركل لاين كده، وفي حاطين حامله طائرات لزياره الناس. حامله طائرات يعني حاجه معموله كمتحف وحاطين عليها كل انواع الطائرات. الطائره دي ما بتطلعش من على حامله الطائرات، بس لان هم عاملينها متحف قوات جويه فحاطين الطائره ديت. فانا سبحان الله الحدث اللي هحكيه دلوقتي اللي شفته في حرب 73 يلف الايام سنه 96 يعني بعديها ب 23 سنه واشوف الطياره دي بعنايه. الطياره دي دخلت من شمال بورسعيد وبتستطلع. الاستطلاع ده بنسميه استطلاع استراتيجي. الاستطلاع الاستراتيجي دوت بيكشف الجيشين، طبعا بيكشف لمين؟ لصالح اسرائيل طبعا. وطبعا المعلومه ليه برضه هو يعني بياخدها بيبقى عارف ايه طبعا باقمار صناعيه بتاع، لكن برضه انه محتاج لتصوير ادق ومعلومات ادق، انه بينزل بمستوى الرؤيه باستخدام الطياره ديت. والا كنا نقول صور الاقمار الصناعيه كفايه وما كانش عمل الاستطلاع دوت. وداخل الطياره ظهرت على النظام الكشف الغالي اللي انا شرحته قبل كده على مسافه 80 كيلو من شمال بورسعيد، وجت في ظهر الجيشين وفي ظهر التجميع بتاع الدفاع الجوي، وكانت طايره على ارتفاع 30 كيلو. هنا قد نتعرض لبعض المواصفات والحاجات دي طبعا مر عليها الوقت يعني. كان عندنا نوع وكانت طايره بسرعه 3.2 ماخ، سرعه عاليه جدا، 3 أضعاف سرعه الصوت وزياده. واللي كان مكافئ ليها في الارتفاع والسرعه كان الميغ 25 والروسي ديت طياره برضه استطلاع. الطياره دي داخل السرعه وانا واقف على الخريطه في مركز القياده بين احنا مثلا بنسجل بفاصل معين كده، المسافه بين الفاصل بتاع شبر على الخريطه ان سيبنا من التفاصيل في الاخر سرعه غير عاديه لكن مكشوفه. وده بيؤكد شبكه الانذار الجوي اللي كانت محطوطه بتدل على كفاءه الايه؟ كفاءه التنظيم وكفاءه المعدات، وكان في استمرار في الكشف. كان عندنا عدد محدود يمكن الاشتباك مع الارتفاع دوت والسرعه دي في فنيات القتال كده. عدد موجود من الادوات اللي عندكم من وحدات الصواريخ محدود جدا، فبالتالي كانت محطوطه بوضع يعني ما كانش زي الاعداد الاخرى، الانواع الاخرى اللي كانت حائط صواريخ ضخم جدا، لكن النوع ده كان ايه محدود. من
من ضمن مهام الدفاع الجوي منع الاستطلاع، ما نخليش عدو يستطلع. هم ما عندهمش الاسرائيليين الطياره دي، فعلى طول الطياره دي معروف على طول المتخصصين مثلا زي حالاتي في نظام كده للمواجعات، يبقى الطياره دي تملكها الجهه الفلانيه، ومش موجوده حتى في عند اي تسليح اوروبي. الطياره دي امريكيه معروف بيانات يعني مسبقه كده ان الامكانيات دي موجوده عند الجهه الفلانيه. اللي حصل ان تم التقاطها بوحدة الصواريخ، يعني وحدات الإنذار نوع كتيرة كانت تبعا، واتصدر أمر القتال ليها، أمر التدمير، دمر الهدف الفلاني، الطيارة الفلانية دي. برغم السرعة. بالسرعة بفنيات كده في الآخر الأمر القتال هي بتحتاج حسابات. بس ما فيش، مش حسابات عقلية، حسابات إلكترونية يعني إلكترونية. عشان السرعة. القرار الصوتي دمر، خلاص طلع وطلع في الوقت المناسب، مش متأخر يعني. الطيارة دي مجهزة بأجهزة استطلاع، بيحس على طول بتفاصيل كده. هو اتنقل من ان هو مكشوف انذار لانه مكشوف بمحطة صواريخ انه هيتضرب عليه يعني. راح عمل منور، اعلى منور ممكن تحصل للطيارة دي. انا بعد كده قريت على امكانيه المنور، عمل منوره افقيه. حتى جينا انا قلت الطياره ده مات جوه الطياره، يعني من كتر بتسمى الجي، الحمل الزائد على الطياره غير عادي جدا عشان يفلت من الشباك معاه. الطياره دي بقى لو كانت دخلت على الكتيبه دي اللي انا ادينا لها امر التدمير، اعتقد كانت هتقع، يا اما انا على سبيل الفكاهه عشان نختم الحديث ده بالفكاهه، مش عارف كانت هتقع في باب الشعريه ولا في العتبة. واعتقد الطيارين دول ما عادش كانوا ينزلوا اسلام ولا اي حاجه. انا بشكر حضرتك، نورتنا، وتحيه ليك مني ومن المستمعين ومن راديو القاهره الكبرى وكل المصريين يعني، ومن محمود انور، ومحمود انور مهندس الصوت. الله يبارك فيك. ومن عيد علي مصر الجميل. طبعا نتمنى لبلدنا كل خير. استاذ هاني فاروق كمان، استاذ هاني فاروق المذيع اللي هيستلم الشفت بعدي بيحييك اهو. احنا تنورنا. انا والله سعدت باللقاء ده، وسعدت يعني ان صوتي وصل للناس الحلوين، الشعب الجميل. تسلم وشكرا ليك سيادة اللواء الدكتور عاصم شمس الدين، قائد بالقوات المسلحة بالمعاش، واحد المشاركين في حرب 73 اللي رفعوا راسنا، وهنفضل على طول عمرنا هنفضل لازم ان شاء الله نحتفل بانتصارات اكتوبر. شكرا لك، نورتنا يا سيدي. انا متشكر جدا. اهلا بيك. اعزائي المستمعين، شكرا لكل من شاركونا باتصالاتهم واسماعهم خلال هذه الفتره. سعدنا بيكم محمود انور وعيد علي من الهندسه الاذاعيه، وبسعد بيكم دايما شيرين الدسوقي من اسره المذيعين. اترككم في امان الله، وكل سنه وانتم طيبين، واترككم الان بصحبه زميلي هاني فاروق.